صيام الماء لخسارة 15 كيلو خلال شهر واحد. اليوم راح نحكي على نظام يعتبر من أفضل الأنظمة لخسارة الوزن بشكل سريع وصحي، ويعتبر علاج للضغط والسكر، ويوازن السوائل بالجسم، وينظف الشرايين والأمعاء والمعدة. راح نحكي عن صيام الماء بالتفصيل، وبإذن الله وزنكم راح ينزل خلال شهر واحد. قبل لا أشرح النظام أريد تدعم الفيديو بالقلب الأحمر حتى يوصل الأكبر عدد من الناس وتعم الفائدة للجميع. هسه أريد منك تجيب ورقة وقلم وتسجل كل شيء أحكي. الفكرة من صيام الماء تهدئة الأنسولين الأطول فترة ممكنة، وأيضا تنظيف الأمعاء والمعدة من الترسبات، وبالتالي زيادة التمثيل الغذائي والهضم بالجسم. نبلش بأول أسبوع. أول أسبوع ناكل فقط وجبتين باليوم، يعني مثلا الوجبة الأولى إذا كانت الساعة 7 مساء، الوجبة الثانية تكون 10 أو 9، وبقية الوقت صيام. طبعا فترة الصيام مسموح الماء والشاي والقهوة، ولازم بدون سكر. نجي على الأكل بالأسبوع الأول لازم تكون نسبة الدهون 25%، ونسبة الكربوهيدرات 25%، ونسبة البروتين 50%. الأسبوع الثاني نفس الشيء، نحصل الوجبتين ب5 ساعات وبقية الوقت صيام، بس هنا راح يتغير نظام الأكل. راح يكون نسبة البروتين بأكلنا 25%، ونسبة الكارب 25%، ونسبة الدهون 50%. طبعا أقصد الدهون الصحية الغير مشبعة. الأسبوع الثالث راح ناكل وجبة واحدة فقط وبقية الوقت صيام، وراح يكون أكلنا نسبة الدهون الصحية 50%، ونسبة البروتين 25%، ونسبة الخضروات 25%. الأسبوع الرابع والأخير راح نحاول نزيد من تمارين الكارديو وتمارين المقاومة، ويكون وقت التمرين أثناء الصيام. أيضا راح ناكل وجبة واحدة فقط وبقية الوقت صيام، وراح يكون الأكل 50% بروتين، و25% خضروات، و25% كربوهيدرات. الممنوعات: الخبز، السكر الأبيض، الحلويات بأنواعها، الطعام المصنع، والمشروبات الغازية. والأكل اللي أنصح به: صدور الدجاج، السمك، البيض، المكسرات، اللحوم الحمراء، الشوفان والأجبان. كل هذا الأكل مسموح، لكن بالكمية ذكرتها بالفيديو. واطمئنوا ما راح يصير عندكم نقص بالفيتامينات إذا التزمتوا بالغذاء اللي ذكرته. طبقوا هذا النظام والنزول بضمانتي. ولا تنسى اكتب وزنك وطولك وعمرك بالتعليقات، وتحدى نفسك وبلش من اليوم. وهذا حسابي بالانستغرام إذا عندكم أي سؤال. صحة وسلامة.